واحدة واحدة بقى ونصلي على النبي عشان ما نتوهش من بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا سيبكم مني في الوقت ده، كنت بدهن المطبخ ودي كانت النتيجة. بس انا في الاخر حرفيا ما كنتش قادرة اقوم اقف، انا كنت ضغط كده، حصل لي دوخان يعني خلاص، وهبطت بسبب ريحة الجاز بتاعة الدهان. بس كانت النتيجة تحفة والتغيير عجبني جدا جدا. ده شغل ايدي، ده شغل ايديا وحياة عينيا. ايه رأيكم بقى؟ ما تنسوش تقولوا ايه رأيكم في الكومنتات، وطبعا هعرف رأيكم باللايك الجميل. هنا بقى الكواليس اللي هو انا اصلا مش فاهمة بعمل ايه. انا بقول لمحمد خدني صورة مع العلبة، فالمفروض يقول انا خلاص خدت الصورة. هو بصوا يعني سايبني كده مع نفسي، يعني اللي هو ايه، مش عارفة كنت بعمل ايه بصراحة. دي الكواليس برضو لما بكون بصور. والله العظيم دي على الطبيعة، يعني انا ما كنتش عارفة ان التليفون بيصور اصلا، عشان كده سبتلكوا التصوير على الطبيعة. بصوا بقى انا ايه، اظبط الكاميرا واروح اقف بعيد، لا مش مظبوط، اظبط الكاميرا واروح اقف بعيد. انا ذات نفسي بمل لنفسي، بقعد يعني بظبط التليفون في دقيقتين تلاتة اربعة واصور في دقيقة. نص الوقت تصوير ان انا اظبط التليفون. اي اطفال بقى بتشوفني امارات كده، ساعدوا ماما يا ولاد، ساعدوا ماما، الله يبارك لكم ويديكم الصحه. الامهات تعبت، الامهات بصوا اي شباب برضو والله ساعدوا امكم، ساعدوا امكم عشان تلاقوا اللي يساعدكم في كبركم. كما تدينا تدان، اللي بتعملوه هتلاقوه والله. ساعدوهم الله يبارك لكم. الامهات تعبت وطلع عينيها، تحس ان هي دايره في ساقيه طول النهار مش عارفه حتى ايه. شلنا كل الرطوبه، شايفين اللي تحت دي كلها كده كانت رطوبه اهي، شايفينها كل دي كانت رطوبه اهي. شلنا الرطوبه الزيادات ودي كده، واحنا هنمعجنها وهندق دي بمسمار دلوقتي. بصوا بقى كل التنظيف اللي في الارض ده، شايفين؟ بصوا كل ده هنكنسه قبل ما ادهن، عشان اللي هياخد من هنا وهيطلع بره هيخلي الدنيا يعني عايزه تنظيف بره وجوه. فانا عشان النهارده هستكفى بس بالمطبخ دهان، فمش هقدر انضف الشقه بره، فانا هعمل ايه؟ انا عملت كله. اه كل انت شفتيه ده انا اللي عملته. هو اللي موقع الايه الرطوبه دي كده طبعا. وهنا كان في شويه حاجات فانا عملتها. اي رطوبه هتقابلني هوقع. حتى الفوطه دي اصلا بتاعت اي حاجه محتاجه بهدله فحطه ماشي. المهم طبعا ايه، احنا هنفتح ده معجون اهو، هو ده المعجون. بصوا معجون نضيف يعني، نوع نضيف حلو ماشي. نجيب المعجون ده. بصوا بقى محمد عمل ايه، تعالى فين محمد، ايه وقع لي كل الرطوبه اهي زي ما انتم شايفين. تمام، استنوا بس نفضها عشان ايه، على نظافه ماشي. تمام. هاخد الوصفه كده. اوف اوف اوف، تراب تراب تراب. هناخد حته بقى من ايه، السكينه دي كده. نحط حته هنا كده عشان نمعجن الرطوبه. زي ما قلت لك في اخواتي، انا مش انا بجتهد، عايز بقى ان انا اخلي دايما الدنيا نظيفه نظيفه. اقول لكم نظيفه مش اقول لكم بجد، نظيفه وشكلها حلو لحد ما يعني تبقى كويسه، تبقى مقبوله يعني. وبحب بصراحه الالوان وبحب الدهانات، انا بحب. فاللي بيحب اديني بوريكم الطريقه يعني. لو انت بقى عندك اي اضافات قولي لي. بصي بقى، انا اخدت كده على الكبيره دي وهقفل ده كويس علشان ما ينشفش. تمام، انه كده على جنب، مش بكتره بقى مش بكتره، يعني هناخد حته كده اهي، حته اهي شايفين. تعالى بقى يا محمد، تعالى زوم. يلا اهو بصوا. زوم. هنبص ايه وعاملين المحاره دي. هناخد قصدي نعمل ألف زيادات بساعتها. انت مثلا التليفون ما يرنش لازم تعملي حاجه وترجعي، لازم ما دام اشتغلتي فيه خلاص تعملي كده اي ايه زيادات يا ولاد. وكده اي زيادات تشديها على طول، عشان ده لو نشف هيطلع عين وهترجعي تفكري بقى وتدقي وتخربشي وتعملي حاجات كتير كده. طبعا ده يتكنفر تاني عشان ميبقاش عالي وواطي، بس احنا ايه هنمسك كده الاول كده هنشد كل الفراغات بقى اللي احنا وقعناها الرطوبه. طبعا دي بتقعد معايا بالفتره قبل ما تأثر تاني، بس ايه شكلها كويس، ما تلمش فراغات ما تلمش صراصير. بصوا انا بقفل اي ايه
اي فتحات، اي حاجه بقى بقفلها بشد المعجون، اي فتحات عندي بقفلها كده وبشدها. بس اهم حاجه تشدي كويس علشان ما يدوسش بعد كده وانتي بتصنفري. لو هتفكري تعملي، بس والله انا مبسوطه جدا لما بعمل الحاجه وتطلع شكلها حلو في الاخر. بحس ان انا شاطره، يعني ان انا عملت حاجه مش بتاعتي. قولي بقى ايه رايكم في الكومنتات؟ ايه رايكم في دودو لما تعمل نقاش؟ وخلي بالكم انا يعني الحمد لله بعمل كل حاجه، مش شاطره بنوع، بحب التنويع. بس كده اهم حاجه ان انا اشيل اي زياده موجوده. طبعا ده هسيبه ينشف عقبال ما اخلص اللي ورايا كله. مش بينشف وبعد كده بيتصنفر بالايه، بالصنفره. نفس زيادات كده زي ما انتوا شايفين. حطيته اهو، هرجع له كده اخلص وارجع لكم ورا. بما ان انا بقى عارفه ممكن بياخد مني قد ايه دهانات. هو بياخد 2 كيلو زيت، يعني 2 كيلو بصوا بيكفوني، وبيفيد كمان اللي هو ايه فرشتين كمان في الاخر. فده اسمه لاكيه زيت او زيت لاكيه. تمام. جبته ابيض ليه؟ عشان احنا هنعمل اللون اللي هو الجري او الرصاصي اللي احنا شفناه في الاول. طبعا لازم يكون عندك جردل نظيف عشان الابيض من اقل حاجه بيتبهدل، ولازم يكون عندك حاجه تقلبي بيها وتعرفي انت مش تستخدميها تاني. ولازم برضو تخلي فوطه او اي حاجه جنبك قريبه منك لو هتمسحي ايدك او حاجه. انا بشرح للي حابب ياخد فكرة الدهان. لو زي ما بنجدد البيت من حاجات كتير، ممكن يجي في وقت عايزين نجدد اي لون في الشقة ومثلا الظروف مش سامحة، ممكن انت تعمليه بنفسك. وطبعا في قنوات كتير جدا بتاعت نقاشين وبيدهنوا كده بيشرحوا كل حاجة بالظبط. انا خدت ال2 كيلو وحطيت عليهم حوالي يعني نص الازازه نبض. وطبعا انت على حسب بقى يعني، بس ما بتخففوش قوي علشان لو خفف قوي معاكي بيبتدي يعمل خطوط، والخطوط دي لما بتنشف بتعملك زي ايه مطبات كده شكلها مش حلو في الحيطه. فلازم تخليه مظبوط، مش خفيف قوي ولا تقيل قوي علشان يبقى ناعم ومفروض معاكي على الحيطه. لو تقيل هتلاقيه ايه ناشف، يعني ايه الفرش او الرول لما بتمشيش على الحيطه. ولو خففتيه هتلاقيه ايه يخطط معاكي، ولا كده يبقى صح ولا كده يبقى صح، فلازم يكون وسط. تمام. هنا بقى جبت اللون الرصاصي. اللي معمليش متابعه يا اخواتي يعمل لي متابعه، ما يشتركش في القناه، اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. خدت بص النقطه دي بس هي اللي ادتني، يعني النقطه دي ما تكملش سنتي، اقل من سنتي كمان، هي اللي ادتني اللون الجري اللي انتوا شفتوها في الاول او الرصاصي. طبعا هو لون كريمي جري، يعني هو لون اول درجات الرصاصي خالص، اول درجه فيه. رقم 1 في الدرجات، اول درجة. ليه بقى؟ عشان انا عايزة اوسع اي اماكن ضيقة، ما يفضلش ان انا ادهن فيها اللون اللي هو اللي كنت دهناه في الاول البيج ده، مضايق لي المطبخ جدا. فانا حبيت ان انا اعمل اللون ده لانه بصراحة ما شاء الله منور لي المطبخ، مديني وسع كده. اعمل لي طاقة ايجابية في البيت بصراحة. تحفة تحفة، من احلى الالوانات اللي انا عملتها وحبيتها اللون ده. لايكات من اخواتي الامارات، واللي ما صلاش على النبي صلى على النبي في الكومنتات. انا مش عارفه بقطع معاكم ليه، بس عايزه اقول لكم ان انا يعني الحر مع الصيام مع شغل العيد ما شاء الله انا فرهطت. انا مش عارفه ليه بنعمل في نفسنا كده قبل العيد، اقسم بالله. مع اني قلت هخلص كل اللي ورايا، بس كل اللي ورايا ما خلصش برضه، صمم ان هو يكمل معايا لحد العيد. مش عارفه العادات المصريه الفرعونيه دي، العادات بتاعه التنظيف دي. ليه رايكم في اللون حرفيا الظلم، الايه الظلمه، الكاميرا ظلماه حرفيا. والله العظيم اللون ده تحفه، يعني لون جميل جدا على فكرة. ينفع في أي مكان في البيت، يعني مش شرط المطبخ، وينفع في أي مكان في البيت. لون كده هادي ورقيق وحلو قوي. نرجع بقى للعادات الفرعونية. نفسي أعرف العادات الفرعونية. لازم نقلب البيت وننضفه قبل العيد. ليه يعني؟ أنا لازم أبطل العادة دي، لازم أكون أنا من أول مشجعين حملة تبطيل عادة إن احنا ننضف قبل العيد لحد يوم الوقفة، أو لحد نفرش لحد العيد الصبح دي. بجد والله كتير كتير فعلا، يعني مش لازم يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. احنا فعلا بنضغط نفسينا لدرجه ان احنا بنبقى متصربعين عايزين ننجز، ممكن نتاذي نتعور. اللي تنضف شباك لا قدر الله تقع منه، اللي تغسل بوتاجاز ممكن لا قدر الله الازاز يعورها، اللي تغسل الشباك لا قدر الله يعورها، اللي تكون واقفه على سلم تقع من عليه وهي بتنضف حاجه.
براحتنا، نعمل حاجتنا براحتنا بصراحة قبل العيد ويعني رب العيد رب الأيام العادية والله العظيم بجد. لا لا لا، أنا واحدة من الناس أقسم بالله. أنا كرهت مش عايزة أقول لكم كرهت العيد، أنا من عشاق العيد. كرهت التنظيف. أنا عايزة أقول لكم إن أنا عاملة المطبخ ده من بدري، يعني أنا عاملة المطبخ بقالي أسبوع أو أسبوعين. طبعا احنا دلوقتي النهاردة رابع يوم من أيام ذو الحجة، كل سنة وانتم طيبين. يا رب يستر عليكم كده يوم عرفة، اللهم امين وانتم في اسعد حال، اللهم امين. مرضيين مقبولين الخاطر جميعا يا رب. انا عاملاه من فترة، يعني بقالي داخلة في الاسبوع 10 ايام. بس المشكلة ان انا من ساعة الصيام مشغولة بقى ان انا عايزة اعمل فطار، انضف عندي تنظيفات. فعلا اليوم بقى زحمة مع ان اليوم طويل، مش عارفة ليه. اهم حاجة ان انا عجبني اللون قوي، يعني فعلا انا حسيت. بص عايزة اقولك على حاجة، في ناس بتحب تعمل حاجة بايديها، وفي ناس بتحب ما بتعرفش تعمل او بتفضل ان هي تجيب اي حد يعمل لها اي حاجة. يعني ممكن تودي السجاد المغسلة، ممكن تجيب حد يعمل لها ديكورات البيت. ولا ده عيب، ولا ان انت تعملي بايدك عيب، ولا ده عيب ولا ده عيب. طبعا مش كلنا واحد، يعني كلنا مش متساويين في حتة ان احنا ظروفنا واحدة. ففي فعلا بتبقى اماكن انت ممكن تقدري ان انت مثلا بمبلغ صغير، مش زي ما تجيبي حد يعملك الحاجة في البيت، توفري وتجددي وتغيري لحد ما ربنا يكرمك بالمكان الاوسع وبالمادة اللي انت تقدري تظبطي بيها حياتك. فانا تشجيعي من الفيديو ده ان انت لو مثلا عندك مطبخ متبهدل، اوضه نوم متبهدله، ممكن تجيبي يا ست 2 كيلو 3 كيلو بلاستيك. تقولي عايزه بلاستيك ابيض وتحط لون بسيط وتدي كل الاوضه ابيض، كريمي، رصاصي، جراي، كافيه. عارفين بيدي نظافه حلوه قوي، بيدي راحه نفسيه، بيدي طاقه ايجابيه جدا، بيدي يعني النفسيه تبقى مرتاحه. حتى لو انت نفسيتك تعبانه من اي حاجه، فبتلاقي النفسية فعلا بتبقى متظبطة متظبطة لمجرد ان انتي جددتي في البيت حاجة عينيكي شايفاها مش حلوة. ف... فان شاء الله يعني ربنا يوسع عليكم جميعا. جددتي لحد ما يجي الظروف ان انتي تقدري ان انتي تجيبي اللي يعمل لك الحاجة. مش عيب يعني، ولا ده عيب ولا ده عيب، بس انا بتكلم اللي مش الظروف والمادية ما تسمحش، احنا ممكن نعمل الحاجة بايدينا. واللي بيشجعنا على كده كمان في قنوات كتير جدا بتشجع، يعني نقاشين وبتوع ديكورات وكده بيشرحوا بالظبط طريقة الدهان ازاي بالظبط. بصوا انا كنت مبسوطة جدا من اللون فرق معايا، فتح لي المكان جدا. انا لما بدخل المطبخ حاليا دلوقتي ببقى مبسوطة بصراحة ان الحاجة دي انا اللي عاملاها، يعني انا ببقى مبسوطة بجد. فربنا يوسع علينا جميعا يا رب، اللهم امين. طول ما انا بصراحة ايدي في البيت بحس ان هو جديد كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب ما تكونوش صدعتوا مني، واتمنى منكم تشتركوا في القناة لو ما اشتركتوش. قناتي ان شاء الله تعجبكم، بنزل عليها حاجات كتير، بس دعمكم هو اللي ناقص معايا. وكنت دهنت هنا الشباك، لسه عندي روتين عميق جدا في المطبخ. هبتدي اغسل المطبخيه والشفاط. انتظروني بقى في الروتينات اللي جايه ان شاء الله. هنجدد ونظبط ونفرش في كل حاجه مع بعض. اتمنى بس تشجعوني بدعمكم باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وانا عندي قناه على اليوتيوب يوميات دودو فاني، وعندي قناه على التيك توك دودو فاني. اتمنى ان انتوا تشتركوا هنا وتشتركوا هنا عشان تكونوا دايما معايا منورين اخواتي في الله. ربنا يصلح حالي وحالكم. قولوا في الكومنتات ايه رأيكم في اللون. اللون حرفيا الكاميرا ظلماه، بجد اللون تحفة 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 تحفة. وبصوا تحت بقى الرطوبة راحت، وفعلا انا عاملاه بكل حب والله العظيم. مش مجرد ان انا بنظف المكان وخلاص، لا انا عاملاه ان انا عايزة فعلا احلى حاجة تطلع. وطلعت الخط اللي هو الابيض اللي بيفصل ما بين السقف والحيطة، طلعت برضو شديت خط ابيض. الحتة البيج دي عايزة تتنضف مكان القديم. هغير اللون الاسود. كنت حمرت بطاطس بقى وكده، وعملت المخلل وعملت بيض وكده اليوم دون، علشان بصراحة كنت فرهطت ان انا اعمل اي اكل. وبوريكم بقى ان انا بصوا المطبخ، يعني كمان كانت ريحة الجاز شديدة، فما كنتش يعني عايزة اطول في تشغيل البوتاجاز وكده. ووريكم بقى انا بص انا عمالة افرجكم على اللون، لان فعلا اللون تحفة تحفة تحفة. عجبني اوي. اتمنى هو عجبني. اتمنى ان هو يكون عجبكم، واتمنى منكم بقى الاشتراك في القناة وتشجيعكم ليا، بجد بيفرق معايا كتير وبيرفع جدا من روحي المعنوية. بجد بشكركم جدا. سلام.